عاملين ايه؟ ممكن يعني مش عارفة هيكون في دوشة في الفيديو ده ولا لا. بس يعني ممكن نعتبر ان الفيديو ده يعني دردشة مثلا. ماشي، وهنتكلم في كذا نقطة. انا لاحظتها لما نزلت فيديو وقلت لو ما بدأتش هتلحق ومش عارفة ايه، على كمية الإحباط وفقدان الشغف اللي فيكم. ماشي، فهنتكلم في كذا نقطة. هو انا ما صورتش بصراحة، يعني بصراحة لاني مكسلة البس يعني. ماشي، يعني لو البس بقى لبس خروج واظبط الاضاءة واظبط انا مكسلة، فقررت ان انا هسجل بس ويعني يبقى على فيديوهات عادية. ماشي. ايه بقى؟ اول حاجة، لو بدأت انا خايف مش هلحق. انا فكرة التأجيل عندي كبيرة وبفكر اقسم، وانا مش عارف اي حاجة في المنهج. انا تعبت، انا زهقت، ووصلت ان انا بسأل طيب انت ما عندكش ثقة في ربنا؟ ما عنديش. يعني ايه ما عندكش؟ بص، خلينا هنتكلم في اول النقطة، وان خوفك من المستقبل ده مطلوب، بس مش الدرجة دي. انت خايف من المستقبل وليك حق تخاف، يعني اي بني ادم في الحياة بيخاف من المجهول، بس مش لدرجة انك نايم بتعيط، صاحي بتعيط، مخنوق، قرفان، مش قادر تذاكر، على طول همدان، على طول كسلان، والشيطان مسيطر عليك، بتصلي من غير خشوع، بتقرأ القرآن وانت ملكش نفس، ثقتك في نفسك وثقتك في ربنا صفر. كل ده انا مش هقولكوا ازاي هنعدله، يعني لان انا نفسي ما عنديش حلول. تمام، بس يعني ممكن لو نساعد بعض شوية. يعني انتي عايزة تقولي ايه من الاخر؟ عايزة اقول قوي ايمانك. خلاص مش هتذاكر وناوي تقسم، قسم. انا مش هقولك ما تقسمش، او مش هقولك ما تقسميش، قسمي واجلي واعملي كل اللي انت عايزاه. بس لو جيتي السنة الجاية وقلتي برضو عايزة اقسم وانك خايفة ومش عارفة ايه، عايزة اقولك ان انتي هتبقي شخصية، انتي مش هتبقي انتي بالفعل شخصية جبانة. انا مش عارفة بقى ده احباط ولا ايه اللي انا بقوله، بس ده مش انا بواجهك بقى، يعني في كده كأنك واقفة قدام المراية وبتواجهي نفسك. انتي او انت شخصية جبانة. عمر ما كان الهروب من النوم حل، عمر ما كان الهروب بانك تقسم او تأجل ده حل. الحل انك تواجه. صعب المواجهة، خلاص انت استعنت بحد ساعدك، اسمع كلام الحد اللي انت استعنت بيه ده. ماشي. دلوقتي انتوا منكم اللي فاقد الشغف، منكم اللي ابتدى جاد خلاص، ومنكم اللي مش عايز يبدأ عشان خايف. هنتكلم في بوينت. عندنا مثلا اللي فاقد الشغف، حضرتك فقدان الشغف ده مش هيمتحن مكانك بالمرة. يعني ايه؟ انا مش عارفه اذاكر وانا طاقتي مش موجوده، انا طاقتي خلصانه وتعبت وزهقت واهلي بيضغطوا عليا واصحابي حلوا 4 كتب في الماده الفلانيه وانا لسه في تاني كتاب وانا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اي حاجه في المنهج. خليك في نفسك، انت ركز على نفسك وبس. ركز، انا مثلا في محاضرات بالعدد الفلاني انا مراكم ده، وورايا الجديد ولسه ما خلصتش، وانا ورايا كذا وكذا وكذا وانا مش عارف ايه ولسه انت بتشتت نفسك. جيب ورقة كبيرة، قسم كل اللي انت عايز تعمله، كل المتراكم على كل الجديد. انت لسه ما بدأتش ولا اي حاجة خالص. جيب مثلا مادة الفيزياء، اكتب تحتها كل الدروس، الكيمياء تحتها كل الدروس، اعملها كده في كذا ورقة، دبسهم في بعض وخليهم معاك. هتبدأ تاخد، يا عم ما تدوس على نفسك، خد كل يوم 3 مواد من كل درس، من كل مادة درس. انت عيل شاطر وعايز تبدأ جد، خد من كل مادة درسين وكده رضا قوي. يعني انت كده هتخلص وهتراجع والدنيا هتبقى معاك زي الفل. بس هي الفكرة هي عايزة إصرار وعزيمة. باقي 5 شهور، باقي 4 شهور على الامتحانات. حضرتك لو باقي يومين انت لسه قدامك وقت، لسه قدامك 48 ساعة. ايوه انا مش شايفة الدنيا وردي، وانا كنت زيكم السنة اللي فاتت في ثانوية عامة، وكنت عايزة اجل وكنت محبطة واهلي بيضغطوا عليا واصحابي دي حلت كذا كتاب ودي حلت كذا كتاب وانا درجاتي في النازل والدنيا معايا مش احسن حاجة. بس يعني هقولك على حاجة، انت خايف من النتيجة، والنتيجة دي حاجة مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا. يعني النتيجة دي حاجة بتاعت ربنا، وهي ما هي إلا رقمين. هي حاجة كده اللي هو مش بتدل على مجهودك، ده رقم تقييمي من إنسان زيه وزيك. أيوة يعني انتي، ما احنا عايشين بالأرقام دي في الدنيا، يعني اللي هو دي اللي هتدخلني كلية ومش عارفة ايه. أنا واحدة، اللي هو أنا هتكلم عن نفسي بقى، كنت عايزة أدخل طب بشري، ونصيبي إني دخلت آداب أصلا. اللي هو ايه اللي جاب ده لده؟ والله الله أعلم.
ربنا شايفني هبقى في اداب افضل من طب بشري. انا مش ندمان على اي حاجه عملتها، انا لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي انا عملته تاني، لان انا يعني مفيش حاجه جديده ان انا اعملها، يعني كل اللي عليا انا عملته زياده، بس خلاص بقى ده نصيبي. فهي دي الفكره، انك انت تدرك ان ده نصيبك وان دي حاجه من ربنا، خلاص انت ترضى بدي. انما مش انا لو ما جبتش مجموعه انا هموت نفسي. تموت نفسك ايه؟ انت استفدت ايه؟ هتموت كافر ومصيرك النار، يعني عايش في الدنيا زهقان ولما تموت تدخل جهنم. لا شاطر انت، بص انت اخترت احسن اختيار في حياتك. بصوا احنا هنبدأها كأن النهاردة اول يوم ليك في الثانوية العامة. ما تقوليش بقى فاضل 4 شهور، فاضل 5 شهور، ما تحسبهاش كده يا عم، احسبها انه فاضل ايام كتيرة جدا على الامتحان. هنبدأها، هتجيب ورق كبير كده حلو زيك، هتكتب فيه كل الدروس اللي عليك في كل مادة، وهتبدأ تشتغل من الاول وانتوا داخلين على اجازة. مش هقول لكم خدوا الاجازة دي كلها مذاكرة، خدوا اول يومين في الاجازة دول خدوهم اجازة، افصلوا عن المذاكرة خالص حتى لو ما كنتوش بتذاكروا، واخر يوم برضو في الاجازة ده خدوا اجازة. بس ما بين اليومين واليوم ده انتوا هتشتغلوا شغل من النار. انت على فكرة في ايدك انك تذاكر 12 ساعة في اليوم، وفي ايدك برضو انك ما تذاكرش ولا ساعة في اليوم. انت اللي في ايدك يومك، وانت اللي تقدر تقسمه صح، بس انت اللي مش بتقسمه. فاهمني؟ انت هتقول طب انا اصلا ما بعرفش انظم وقتي. انت لو ظبطت نومك انت ظبطت وقتك. ايوه يعني انا اعمل ايه؟ انت تنام من 6 ل 8 ساعات، دي كلنا عارفينها. لا انا بموت في النوم وبنام كتير ومش عارفه ايه. اول اسبوع عشان تظبط نومك انت هتبوظه شويه. يعني بص، لو انت بتظبط بس انت شايف انه بيبوظ، ان انت مثلا هتنام 8 ساعات غصب عنك وفي حد هيصحيك وهيكب عليك ميه عشان تقوم من النوم، فانت هتقوم بقى مصدع ومقريف ومتعصب. ده هيبقى اول اسبوع، بعد كده هتلاقي نفسك صحيت لوحدك من غير منبه. ماشي؟ فمشكلتنا مش في النوم دلوقتي، مشكلتنا دلوقتي انك هتظبط نومك من 6 ل 8 ساعات. بعد كده عندك اليوم متقسم ما بين دروس وما بين المذاكره. خلاص انت دروسك دي يا بابا تعتبر من وقت المذاكره. يعني مثلا انت دلوقتي مثلا حاطط رينج هتذاكر 10 ساعات في اليوم، ووراك درس مثلا مدته 3 ساعات. انت 3 ساعات دول من وقت مذاكرتك، مش انت بتبقى قاعد بتركز وبتدون كأنك بتاخد حصة اونلاين، يعني لو انت بتنزل سنتر. انما لو دروسك اونلاين برضو ده برضو كله من وقت مذاكرتك. فاهمني؟ اعمل تايمر، شجع نفسك، كافئ نفسك. كل ما تعمل حاجة كويسة في المذاكرة كافئ نفسك. جبت درجة، اللي هو انا مثلا لسه بادئ مذاكر دلوقتي وخلاص، ومثلا ذاكرت الجيولوجيا وجبت مثلا نقصت 10 درجات مثلا في الامتحان، جبت 20 من 30. ده انت تبوس ايدك وش وظهر. اول مذاكره وجبت 20 من 30، ده انت تبوس ايدك وش وظهر وشوف انت ايه النقط اللي غلطت فيها وتذاكرها تاني وتحل الاسئله دي تاني. لو فضلت على هذا المنوال لغايه الامتحان اقسم بالله يعني اضمن لك، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت هتجيب المجموع اللي انت نفسك فيه وممكن اكتر كمان. بس انت خلي عندك الاراده وخلي عندك العزيمه اللي تخليك تبدا، وان انت تاخد خطوات للشغل، وان انت تتعب اصلا. انما انت بتفكر فيها ازاي؟ انا هاجل، انا يا بابا ده هروب، ده هروب، دي مش مواجهه. مش بقولك بقى ان انا واحده جامده وانا انا خلاص انا دخلت كليه اداب وانا اشطر واحده انا اشطر واحده في الكليه ومش عارفه ايه. لا خالص، يعني انا لغايه دلوقتي اصلا درجتي ما ظهرتش ومش عارفه انا جايبه ايه. بس هو الفكره خلي عندك ثقه كامله بالله. طب انا برضو يعني بصلي من غير خشوع، افضل صلي حتى لو من غير خشوع. شوف ازاي تخشع في الصلاة. اقرأ قرآن كتير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبح كتير، استغفر كتير. حاول تبعد عن الأغاني. يعني انا مش شيخة، انا واحدة من الشيخة، بس انا بحاول ان انا اساعدكم. يعني انا والله انا عايزة اقول لكم ان انا نفسيتي تعبت منكم. يعني والله يعني هشرح لكم، انا اللي بكلمهم عشان حلول ومش حلول ومش عارفة ايه. انا في منكم اقسم بالله جابولي اكتئاب، وكلمة جابولي اكتئاب دي قليلة. اللي هو انا بجيب له حلول وانور له من طريق هو يقفلها في وشي ويبص يسودوها، وعندهم يأس غير طبيعي. فانا بتكلم دلوقتي ان احنا هنحاول تاني من الاول، واللي محتاج حاجة يبعت لي انستا او يبعت لي على التليجرام. انا والله العظيم برد على كله وبساعد كله وافضل معاكم لغاية ما نشوف حلول. وبس كده. عارفة اني طولت عليكم في الفيديو ده، ومش عارفة انت ممكن تكون وصلت لاخره ولا لا اصلا، بس يعني لو وصلت لاخره فعايزه اقول لك اعتبرها رساله ليك انك تكمل في طريقك، ولو لسه ما بداتش تبدا وهتلحق، بس انت تبداها جد وجدد نيتك مع ربنا، وخلي ثقتك كامله في ربنا. وبس كده، واشوفكم بقى في فيديو تاني. سلام.